والسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا في هذا المساء الخليجي وهذا المونديال الخليجي الذي عاد إليكم مجددا. خليجي 25 من هنا من البصرة في العراق، في ملعب جذع النخلة في استاد البصرة الدولي الذي افتتح في 2013. اليوم لقاء الافتتاح، لقاء المنتخب العراقي امام الاحمر العماني في افتتاح خليجي 25، في افتتاح هذه الكأس التي عادت اليكم مجددا مع فريقين ومنتخبين عريقين. المنتخب العراقي المستضيف الذي يستضيف خليجي 25، عادت الاستضافة للعراق بعد 43 سنة تحديدا و10 أشهر و17 يوم. عاد العراق بعد موسم وسنة 79، عاد بعد استضافته للانتينو. يدل يعني على عظمة هذه الكأس وهذه البطولة التي كانت وقد ولدت في 1970، كانت بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. كان هذا الملعب هو هنا الصافرة والخطر علي في الهجوم الآن، في المحاولة والحوار والعرضية لأيمن، ولكن مثل هذه الكرات المناطق الهجومية يحاول، ولكن أكيد لن يترك المناطق الدفاعية. المنتخب العماني سيكون مدافعا بشكل جيد، وسيكون هناك توازن أمام المنتخب العراقي المنتشي، المنتخب الذي لديه جمهور رائع العلوي. وستكون يعني تسديدات أرشد في المرمى لا محالة. أرشد دائما عرفناه بتسديداته القوية نجم المنتخب العماني. الكرة إلى خارج أرضية الملعب مع الكرة تعود في الطرف اليمين إلى خارج أرضية الملعب. إدارة ضربة مرمى لصالح المنتخب العراقي. هذا 17 في الشوط الثاني، ويريد أن يعني استنفاذ يعني قوة المنتخب العراقي وحماس وامتصاص حماس المنتخب العراقي في بداية المباراة، خاصة في الشوط الأول. ربما يكون له تدخلات في الشوط الثاني الذي كما يقال أنه شوط المدرب بعيدة، ولا تستحق مثل هذه التدخلات القوية في متوسط الميدان. لذلك البطاقة ربما تكون يعني بطاقة مجانية. هذا هو تدخل آخر من لاعب المنتخب العراقي. نشاهد على أحمد الكعبي، ويبدو أن هناك بطاقة أخرى كما نشاهد. هل على أمجد عفوا السيد أو دقيقتين؟ نعم دقيقتين وثواني. وأيمن حسين إلى خارج أرضية الملعب. لاعب طويل قام يبحث عن مثل هذه الكرات. أيمن حسين، نشاهد العرضية رائعة وأيمن بالرأسية إلى خارج أرضية الملعب. أحمد يمرر بشكل ممتاز إلى 17 في التمريرة ممتازة لصالح المنتخب العماني. خطرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. خطرة كانت للمنتخب العماني، كان عصام الصبحي لو سدد في المرة الأولى. إبراهيم بايش في الانطلاقة في الطرف اليسار، نعم بالمهارة. هنا الخطأ لصالح إبراهيم بايش الذي كان قد تقدم بشكل ممتاز. وهنا السيد خيسوس كاساس الأسباني المدرب الذي هذا هو التغيير 8 ومصعب اللاعب رقم 15. مصعب المعمري إذن سيتواجد الآن. هناك خطأ على مصطفى ناظم المدافع. كانت الكرة للاعب رقم 17 المنذر العلوي الذي يتابع هذه الكرة. شيركو كريم لاعب الكوير العلوي، أكثر اللاعبين تحركا في خط المقدمة للمنتخب العماني، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. كرات القوية إلى أمجد اليوم يبذل مجهود كبير في كل أنحاء الملعب تجده. تعود إلى الأربعة. أرشد العلوي سيسدد. أرشد، نعم، إلى خارج أرضية الملعب. أرشد العلوي، هذا ما كنت أتحدث عنه، عن أرشد العلوي سيسدد. يبحث الآن، لم يجد فرصة قريبا من خط 18، سدد من منتصف ملعب المنتخب العراقي بهذه الطريقة، وأطلق هذا الصاروخ تحديدا. عصام كان متواجد معه ضرغام إسماعيل الآن الذي تابع. ممتازة البينية، خطرة لصالح المنتخب العماني، مرتدة من الدفاع ربما، ولكن إلى ركلة زاوية.
إلى ركلة زاوية كان متسلل إبراهيم بايش. إبراهيم ينطلق والكرة إلى خطأ لصالح المنتخب العراقي، وهناك البطاقة الصفراء. يبدو البطاقة على أمجد الحارثي المدافع الأيمن للمنتخب العراقي العماني عفوا. كانت الكرة لإبراهيم بايش بالمناسبة وأمجد، لكن الكرة مفتكة. هناك خطأ على المنذر العلوي. هناك الشد. كانت أيضا كرة قبل ذلك من جميل الأحمدي الذي لعب الكرة، وخطأ على المنذر العلوي. كتغييرات ريوان إذن سيتواجد، ريوان سيمين سيتواجد. هنا الكرة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. تسديدات الآن خلاص، يعني المباراة ستكون بهذه الطريقة 15 في التسديدة. خرج أمجد عطوان. هنا الكرة والعرضية، وإبراهيم المخيني في حسين أيمن في الطرف اليمين. هنا المحاولة والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. خطرة لصالح المنتخب العراقي. هذا هو اللاعب علي فاضل البديل في الشوط الثاني. علي فاضل هذا هو البديل الأول للمنتخب العراقي. سدد هذه الكرة بهذه الطريقة، تسديدة أم تمريرة، ولكنها كانت مخادعة للحارس. 16 للمنتخب عادية حتى الآن لم تظهر يعني بشكل صحيح. هنا أيمن يحاول. هنا الخطأ لأيمن حسين. نعم، أيمن حسين الآن اكتسب الخطأ وأجبر اللاعب رقم 5، أتحدث عن جمعة الحبسي، بارتكاب هذا الخطأ. لاعب السيب 26 سنة لجمعة ارتكب هذا الخطأ مع أيمن حسين، اللاعب الذي يعني أراد الانطلاق في اللقطة الماضية. إذن بطاقة صفراء لجمعة. جمعة مرحوم الحبسي الذي يعني شد أيمن حسين وعاق أيمن. هنا الخطأ لضرغام والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. رائعة للمنتخب العراقي، وفي العارضة من ضرغام إسماعيل أطلق هذا الصاروخ، وإبراهيم المخيني أبعد الكرة كما نشاهد على دفعتين إلى خارج أرضية الملعب. خطرة إبراهيم المخيني، كادت أن تسقط الكرة